غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا الجمع العام تأسيسي لجهة الرباط الصلاة والقناطرة. لا يخفى عليكم أهمية هذه الجهة هذه، والدليل على ذلك أنها هي أول جهة. كان في المقر عند الأخ الزاوي، اللقاء الثاني عند الأخت بريطيط جزاه الله خير. الحمد لله كاين مقرات كثيرة بالمناسبة في هذه الجهة، لأنه كثير من الإخوة والأخوات عندهم مهن حرة وبالتالي وعندهم مدارس، وبالتالي يعني غادي يكون ان شاء الله عندنا فائض فاش نديروا اللقاء. فليس لنا عذر. طبعا الحمد لله المؤسسات موجوده في هذه المؤسسه المباركه اللي كنشكروا طبعا رسميا غنبداوها في الندوه الصحفيه، وكنطلب من الاخوان 16 ماي ان شاء الله نديروا ندوه حقيقه دابا نحبسوا القاعه باش نعنوا على لماذا قررنا ان نقوم بهذه الحمله الوطنيه، شنو هي الاهداف ديالها وشنو هي المجالات اللي يطلب ان ندعمها. ثم ان شاء الله ستكون هناك انشطه اخرى. قرر ان يكون هناك نشاط في اخر ماي 27 ماي اللي عنده الوطنيه، لانني شاركت في مؤتمر الجبهه العربيه حول التدريب، وهذه الكلمه مش مبادره، نحن شركاء. فضلا على ذلك نحن نريد ان يكون عندنا برنامج متكامل لتمكين الشباب، نحن نشتغل عليه في اطار لجنه الشباب، يعني ما يكونوش في المكتب هما كانوا كلهم مستعدين باش يعاونوا الجهه، كانوا فيهم الاحسن يعني حتى نفتحوا المجال طبعا للاخوان والاخوات اللي هما خارج المكتب التنفيذي، ولكن نظرا لان الاخوان والاخوات في المكتب التنفيذي عندهم مهام كثيره تنتظر.